إبراهيم مازا، هذا اللاعب الذي تعرفت الملاعب الألمانية على موهبته في سن 18 عاما، وهذا اللاعب الذي أصبح بقوة نجم حالي للجزائر بعد تألقه في الكاف الأفريقية. في فيديو اليوم سنتحدث عن قصة إبراهيم مازا موهبة الجزائر، وكيف استطاع أن يثبت نفسه ويفرض موهبته بقوة في ألمانيا بعد الصعوبات والتحديات التي واجهته. لنفهم من هو إبراهيم مازا يجب أن نعود إلى البداية، وتحديدا في 24 من نوفمبر عام 2005 في العاصمة الألمانية برلين، في منزل تفوح منه رائحة التنوع الثقافي. ولد إبراهيم مازا لأب جزائري يعمل كطبيب في ألمانيا وأم فيتنامية. نشأ إبراهيم في برلين، لكنه لم ينشأ كأي طفل ألماني تقليدي. الكرة كانت رفيقته الأولى. لم تبدأ حكايات إبراهيم في الملاعب العشبية الفخمة فورا، بل بدأ الشغف في كرة الشوارع. بدأ مسيرته في نادي صغير محلي، وهناك بدأت العيون تراقبه. وفي عام 2016 وبينما كان إبراهيم مازا لا يزال طفلا صغيرا، التقطته رادارات النادي الأكبر في العاصمة نادي هيرتا برلين. الدخول إلى أكاديمية نادي هيرتا برلين ليس أمرا سهلا، والاستمرار فيها أصعب. نحن نتحدث عن ألمانيا حيث المنافسة الشرسة وآلاف المواهب، والانضباط هناك هو القانون الأول. لكن إيبو كما يلقب لم يكن مجرد لاعب عادي. تدرج مازا في الفئات السنية بسرعة كبيرة. كان يلعب دائما مع فئات عمرية أكبر منه لأن موهبته كانت إعجازية. المدربون لاحظوا شيئا غريبا، الكرة تلتصق بقدمه وكان في قدمه مغناطيس. في موسم 2021-2022 ومع فريق تحت 17 عام بدأ مازا يظهر وجهه الحقيقي. لم يكن يسجل الأهداف فقط، بل كان يصنع اللعب. كان المايسترو الذي يعزف سيمفونية في وسط الملعب. الأرقام بدأت تتحدث والإعلام يتحدث عنه وعن موهبته، وكان النادي يعلم أن لديه لاعب استثنائي ويجب حمايته. لكن في عام 2023 كان هيرتا برلين يعاني. الفريق الأول في وضع كارثي ويصارع للهبوط. في هذه الظروف السوداوية قرر المدرب الاستنجاد بالشباب. لكن في مباراة هيرتا برلين ضد بايرن ميونخ يشارك مازا للمرة الأولى في الدوري الألماني على ملعب الآيلينز أرينا، ويقدم أداء جيد رغم خسارة فريقه. لكن في مباراة هيرتا برلين ضد فولسبورغ نزل إبراهيم كبديل وسجل أول أهدافه في البوندسليغا. هذا الهدف جعل إبراهيم مازا أصغر هداف لنادي هيرتا برلين في الدوري الألماني منذ عقود. كسر الأرقام القياسية وهو لم يكمل 18. رغم هبوط هيرتا برلين للدرجة الثانية، كان مازا هو النقطة المضيئة الوحيدة في النادي. إدارة النادي أدركت الموقف وقامت بتوقيع عقد احترافي معه وتجديد عقده حتى 2027. موسم 2023-2024 أصبح مازا أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق. وبحلول نهاية 2024 بلغ رصيد مازا مع نادي هيرتا في الدوري الألماني الدرجة الأولى والدرجة الثانية 48 مباراة وسجل فيها 7 أهداف. في 1 مايو 2025 يعلن نادي بايرن ليفركوزن تعاقده مع إبراهيم مازا قادما من هيرتا برلين، ووقع مازا عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2030 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 12 مليون يورو. ومع بداية الموسم مع الفريق الجديد واصل مازا التألق، ففي 8 نوفمبر 2025 سجل أول أهدافه مع ليفركوزن بتسجيله ثنائية في الفوز 6-0 على هايندهام بكأس ألمانيا، وأثبت أن انتقاله قد أضاف قوة هجومية جديدة للفريق. بينما كان مازا يتألق في الملعب كانت هناك معركة أخرى تدور خلف الكواليس، معركة دبلوماسية ورياضية. إبراهيم مازا مثل منتخب ألمانيا للشباب تحت 18 وتحت 19 عام وسجل معهم أهدافا. الألمان كانوا يعتبرونه مشروعا وطنيا، لكن في الطرف الآخر كان هناك الاتحاد الجزائري لكرة القدم والجمهور الجزائري. بدأت اتصالات وليد صالي رئيس الاتحاد الجزائري والمدرب فلاديمير بتيكوفيتش ووضعوا مازا هدفا رئيسا، لكن القرار لم يكن سهلا. نحن نتحدث عن ترك منتخب بحجم ألمانيا بطل العالم 4 مرات لاختيار الجزائر. في أكتوبر 2024 حسم الفتى الأمر، قلبي اختار الجزائر. لم يتردد، رفض انتظار دعوة المنتخب الألماني الأول واختار تمثيل بلد والده وأجداده. هذا القرار لم يكن مجرد ورقة توقع، بل كان إعلانا عن ميلاد نجم جديد في سماء الكرة الأفريقية. وفي مباراته الأولى عندما نزل إلى أرض الملعب أبهر الجميع، ورأينا فيه شيئا مختلفا، لمسات سحرية، ثقة بالنفس ورغبة في إثبات الذات. لم يكن خائفا، بل كان يلعب بكل ثقة. نحن أمام مشروع أسطورة حقيقية إذا استمر بهذا التواضع وهذا العمل الجاد.